يصلون على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك وعلى آلك الطيبين. السلام عليك يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الجند سد الفروج وغطى النجود وغيطانها. وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها. وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإله فنفس الأبي وما زانها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. الإسلام في تعاليمه في القرآن الكريم والسنة الشريفة يكرم العلم ويكرم العلماء، وليس فقط علماء الدين وعلماء الشريعة،
بل علماء الطبيعة أيضا، وعلماء الإنسان، وعلماء الحيوان، وعلماء التربة، وجميع أنواع العلم هي في الإسلام لها شأن ولها تقدير واحترام. وتأتي هذه الآية الكريمة لتشير إلى بعض آيات الله في هذا الكون، ثم يعقب تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الله تعالى أخرج بالمطر ثمرات الأرض ذات الألوان المختلفة والطعم المختلف، وما شاء الله من نبات الأرض وثمار الأرض الذي نراه والذي لا نراه كثير جدا. بالأمس حيث لم تكن المنطقة منفتحة على العالم يمكن ما كنا نعرف إلا الثمار التي تزرع في بلادنا، ولكن اليوم حيث انفتحت البلاد على الدنيا كلها ويأتيها من كل بلاد العالم أنواع الثمار، أنواع المنتجات، نرى كيف وكم هذه المنتجات والمخلوقات الإلهية التي تبهر العقول. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها بين الأخضر والأبيض والأحمر والأصفر والبرتقالي، وأيضا مختلف طعمها. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود. أيضا من دلائل قدرة الله وعجائب مخلوقات الله الجبال العظيمة التي وإن كانت في بلادنا في الشرقية محدودة، ولكنها في بلاد العالم كثيرة، ذات خطوط وطرق وألوان بيضاء وحمراء وغرابيب سود، يعني شديدة السواد. بعض الجبال حالكة السواد. كل ذلك دلائل قدرة الله تعالى. ومن الدواب والأنعام وكذلك بالنسبة للإنسان ألوان وأشكال، إلى أن يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفون مخلوقات الله ويعرفون قدرة الله، يخشون الله تعالى ويخافون منه. لأن الإنسان إذا عرف الله حق معرفته، وطبعا الله يعرف من خلال مخلوقاته التي تدل عليه، طبعا مو دائما، ولكن يفترض أنه يخشى الله تعالى ويخافه. أما الذي لا يعرف الله ولا يعرف مخلوقاته فلا يخاف من الله تعالى. فالإيمان إلى حد كبير مرتبط بالمعرفة، ومن لا يعرف الله لا يقدر مقام الله حتى يخاف من الله. ولذلك انقلب على أهل البيت والإمام الحسين أهل الكوفة، والذين كاتبوا الإمام الحسين على أن يأتي إليهم، فانقلبوا على أعقابهم، وإذا بالإمام الحسين
لم يبق معه من أولئك القوم أحد، ويأتي الحر ومعه 1000 فارس ليحاربوا أبا عبد الله الحسين. فلما اختلف الإمام الحسين مع الحر اتفقوا فيما بعد أن يسلكا طريقا لا يوصل الإمام الحسين إلى الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة، وكان هناك تخطيط إلهي أن يصل الحسين إلى أرض كربلاء، بينما الإمام الحسين يسير وإذا به يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما في الرواية. فيقول له ابنه علي الأكبر: أما مما استرجعت؟ قال: عن لي فارس وهو يقول، يعني هومت عيني وغفوت قليلا، وعن لي فارس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنه قد نعيت إلينا أنفسنا. بينما السبط بأهله مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين. ركب الإمام جوادا آخر فلم يتحرك إلى 7 أفراس كما في الرواية، ثم سأل الإمام: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى نينوى، لها اسم غير هذا. قالوا: تسمى الغاضريات، ألها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء وحسينا. قال: كرب وبلاء، خيموا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا. فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب وبلاء، خيموا إلا بهذه الأرض ملقا عسكري، ها هنا تجتذب الأرواح من أجسادها، بضبا تعتاض بالأجساد عن أغمادها، وبهذه توثق الأمجاد في أصفادها، في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين وحسينا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل عمل المسببين والحاضرين، واكفنا جميعا كل مكروه، واعتق رقابنا من النار بمحمد وآله الأطهار. وإلى موتى المسببين والحاضرين، وإلى روح السيد الوالد وموتى المؤمنين، رحم الله من قرأ الفاتحة.